ليه لما دعيت ربنا باللي نفسك فيه حياتك باظت أكتر؟ في لحظات هتمر عليك في حياتك هتحس فيها إن كل حاجة ماشية عكس اللي بتتمناه. تدعي بالفرج تلاقي الضيق، تطلب الراحة تلاقي وجع. هل في سر؟ ولا دي لعنة بتطارد اللي بيحلموا كتير؟ هل كده دعوتك مش بتستجاب؟ ولا انت اللي حظك وحش؟ يمكن الدعوة اللي دعيتها هي السبب في ان حياتك تتشقلب وتبقى اصعب. لو بتجيلك الاسئلة دي ومش عارف اجابتها فحب اقولك ان مريت بالمرحلة دي قبلك. وصل بيا الحال ان كنت بسأل نفسي هو انا بدعي غلط ولا ربنا غضبان عليا؟ هو في ايه بالظبط؟ لحد ما فهمت اللي فيها، ومن ساعتها وانا بتعامل مع الحياة بشكل مختلف. لو عايز تفهم ايه اللي بيحصل معاك كمل معايا للاخر وهتفهم كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد رشدي وده برنامج فضفضة. في فكرة لو فهمتها هتغير نظرتك للحياة كلها. مفيش نعمة كبيرة في الدنيا بتيجي ببلاش. أي حاجة كبيرة في الدنيا لازم تدفع تمنها الأول، والدفع بيكون قبل مش بعد. ومفيش تعامل بالفلوس، أنت بتدفع من قلبك ومن صبرك ومن ألمك اللي محدش بيشوفه غيرك. كل اللي بيطلب حاجة كبيرة في الدنيا لازم يمشي في طريق مش سهل، طريق مفيهوش ملامح ولا علامات تدل انك ماشي صح. بس في علامة واحدة لو لاحظتها هتفهم كل حاجة. نفسك تبقى غني؟ يبقى هتعدي بضيق مادي ما شفتوش قبل كده. نفسك في شريك حياة الناس تحسدك عليه؟ يبقى استعد لوحدة طويلة وخيبة أمل وعلاقات مش هيتبقى لك منها غير أسئلة كتير ملهاش إجابات. ليه؟ لأنك داخل تدفع. أي حد عايز حاجة عظيمة لازم يعرف إنه مش أول ما يدعي الحاجة هتحصل، لا، أنت أول ما بتدعي بتدخل اختبار، واللي يعدي منه بياخد الحاجة اللي يستحقها. أوقات كتير بنبص على الناس اللي ربنا ادالهم حاجات كبيرة في حياتهم، ثروة، شهرة، حب، نجاح مش طبيعي، ونقول يا بختهم. بس اللي أغلبنا ما يعرفوش إن أي نعمة كبيرة تمنها الدفع قبل ما تيجي بكتير. لو بصينا على نجوم الكورة اللي بقوا مشهورين ومحبوبين، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، ميسي وغيرهم كتير، ارجع لطفولة أي واحد فيهم هتلاقي فقر، مرض، حرمان، ويمكن يصعبوا عليك وقتها وتقول ازاي ربنا سايبهم في المعاناة دي، أكيد غضبان عليهم. لكن بعد كده ايه اللي حصل معاهم؟ حياتهم اتحولت لأنهم دفعوا تمن النجومية دي وهم لسه عيال صغيرة. الناس بتشوف الشخص اللي نجح بس محدش عارف التمن اللي دفعه، وانت كمان. لو عايز النجاح يبقى لازم تبص على فاتورته وتشوف انت هتقدر تدفع ولا لا. عارف اول ما تدعي وتتحمس ويبدأ يجي لك عكس اللي طلبته، ده مش علامة فشل، دي اول دفعة من التمن. بس الناس بتفهمها غلط وبتقف. اللي عايز الراحة لازم يتوجع، واللي عايز الحب لازم يتكسر، مش لان الدنيا قاسية، بس لان لازم تعدي باختبار يبين الحقيقي من المزيف، يبين اللي يستحق من اللي ما يستحقش. كل ألم انت مريت بيه هو جزء من تمن الحاجة اللي نفسك فيها. كل لحظة حسيت فيها انك لوحدك ده مش إهمال، ده تجهيز. الحياة مش ضدك، الحياة بتقولك لو عايز حاجة كبيرة لازم تدفع الأول، ولما تدفع هتاخد. بس مش هتاخد أي حاجة كده وخلاص، انت هتاخد اللي على مقاسك، اللي يليق بتعبك، اللي تستاهله ويستاهلك. ما تقلقش لما تدعي دعوة وتلاقي الوصول لها بقى صعب وتحس ان حياتك بقت أصعب. المفروض تقلق لما تدعي دعوة وتلاقيها جت بالساهل، لأن اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل. وغالبا ربنا لما بيأخر دعوة بيكون بيجهز لنا حاجة أكبر بكتير من اللي دعينا بيها. وخليك عارف إن قيمة الحاجة اللي بتملكها مش بتتقاس بمدى جمالها ولا بسرعة الحصول عليها، ولكن بتتقاس بالثمن اللي دفعته عشان تاخدها. زي لما تكون لابس ساعة ماركة غالية لكن شكلها عادي، فأول ما حد يجيب سيرتها هتلاقيك بكل تلقائية بترد عليه بجملة أنت عارف دي بكام؟ اهو الثمن اللي دفعته ده هو اللي خلاك تكون فخور بالساعة وعارف قيمتها كويس. ولما تلاقي حد مش عارف قيمتها بتقول له ثمنها فبيعرف قيمتها. اهو الثمن اللي انت مش عايز تدفعه عشان توصل لأحلامك ده هو اللي بعد كده هيخليك فخور بيها، وهيخليك فخور انك حققتها رغم كل الصعوبات اللي واجهتها. المحن اللي بتجيلك بعد الدعاء دي مش علامة رفض، ده علامة الطريق الصح اللي لو كملت فيه هتوصل. بس ما تستعجلش النعمة وانت لسه ما دفعتش ثمنها. كل معاناة بتمر بيها دلوقتي هي جزء من صفقة كبيرة، صفقة اسمها الاستحقاق. الوجع اللي فيك مش عقوبة، ده اختبار، ده تمن، ده تجهيز. واللي بيصبر بيوصل، مش لأن طريقه كان سهل ولكن لأنه دفع التمن بالكامل. اسأل نفسك دلوقتي، هل أنا في طريق الوجع ولا طريق الاستحقاق؟ وهل هتكمل ولا هتنسحب قبل ما توصل؟ اللي فاهم المعادلة ما بيرجعش، بيكمل حتى لو مش شايف الطريق قدامه.